السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنجهز فطار كده سريع مع بعض. أنا بصحى بدري قبل الولاد، فبفطر كده حاجة بسيطة وسريعة، والولاد أول ما بيصحوا بجهز لهم الفطار بتاعهم. هتاخدوا أفكار كتير حلوة إن شاء الله من الفيديو، وأقول لكم كمان هنعمل غدا في صينية واحدة، وحاجة يعني إيه اقتصادية إن شاء الله. وهعمل كمان فطار حلو للولاد. وخدوا فكرة، انا عامله في الفيديوهات اللي فاتت كلها فيها افكار كتير قوي للفطار والغدا وكل حاجه يعني. لو انتوا ما شفتوهاش حاولوا تشوفوها. كمان جبت كده علبه من العصير. انا قلت لكم ما بحبش اشرب قهوه ولا الفطار على طول، بعد الفطار بساعتين او 3 ساعات كده. جبت بيض وهضيف له شويه من اللبن واقلبه. اضافه اللبن للبيض بتخليه هش، وممكن بتضاعف من حجمه كمان. وهنا مقطعه قطع لانشون صغيره، او اللي هو اسمه ايه، تركي ده. اي حاجه، ممكن زيتون، ممكن رشه من الجبنه، ممكن بيض بس، شكشوكه، اي حاجه بقى انت ايه بتنوعي كده للولاد من وقت للتاني. المهم ان يكون وجبه صحيه. وخدوا بالكم من تغذيه اولادكم. تقريبا ظهر بعض حالات المتحور الجديد ده الكورونا تقريبا. مش عارفة بصراحة يعني. خدوا بالكم وقووا مناعتكم ومناعة الأولاد. ربنا يعافينا ويعفو عنا. وتأكدوا يعني من الكلام ده، لأني أنا شفته على النت إن فعلا في حالات، يعني مش عارفة، ربنا يسترها يا رب على الناس أجمعين. هحكي لكم بقى حكاية كده حلوة قوي. لعل الخير يكمن في الشر. دي قصة من أيام الصحابة. آه، اللي هو الإمام أنس ابن مالك. في يوم من الأيام تزوج رجل من أهل يثرب اللي هي في المدينة المنورة. ومن عادات المدينة دي أو العرب إن الزوج لا يرى زوجته إلا ليلة الزفاف. فهو بعد انفرادهم بقى مع بعضهم وقعدوا لوحدهم، وشاف زوجته لقاها سوداء وشكلها معجبهوش، فهجرها. هجرها كام يوم. فعادت إليه الزوجة الحزينة وقالت له لعل الخير يكمن في الشر. قعد معاها شوية وبعدين سابها وهجرها 20 عام. تخيلوا زوجة يسيبها زوجها 20 عام وما يعرفش ان هي حملت منه كمان ولا انجبت منه ولد اللي هو هيكون الامام انس ابن مالك. رجع الزوج المهاجر بعد 20 عام في المدينة يدور على بيته، على منزله، على بيته. فدخل المسجد يصلي فسمع إماما يلقي درس، فجلس فسمع فأعجب به وانبهر به وسأل عنه. قالوا له إن اسمه الإمام يعني أنس. المفاجأة أذهلت الأب وقال له أذهب معك. قال للإمام أنس أذهب معك إلى المنزل، ولكن سأقف أمام المنزل وطلبه بأنه يقول لأمه في رجل أمام البيت يقول لعل الخير يكمن في الشر. فالأم قالت له أسرع أسرع وأفتح الباب وخليه يدخل، يعني ده هذا أبوك، يعني أتى بعد غياب. الإمام أنس ابن مالك هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصة دي بتعلمنا ان الخير ربنا هو اللي يعلمه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم. العبرة ان رب الخير لا يأتي الا بالخير. الحاجة اللي انت مش حاببها هي تكون فيها خير ليك. يعني تخيلوا زوجها سابها 20 عام وأنجبت الولد وقعدت ربته وعلمته وخلته إمام وخلته خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. أقدارنا مكتوبة فلنعش بهدوء. كل اللي ربنا يجيبه ارضوا بيه، حتى لو انتوا مش حابينه ارضوا ليه بيه، لان هو بيكون خير. يعني هو سابها وهجرها علشان شكلها ما كانش عاجبه ولا ملامحها، وما كانش راضي عن شكلها. بس دي خلقة ربنا، لازم نحب خلقة ربنا زي ما هي، لا للتنمر ابدا، ما نتنمرش على حد. وانتي لو ابنك او بنتك في حاجة
ما تديش فرصة لحد ان هو يتنمر عليه ابدا ولا يتنمر عليكي. يعني التنمر ده حرام، لان هو خلقة ربنا، وربنا خلق الانسان في احسن تقويم، في احسن صورة. ربنا خلق الانسان في احسن صورة، فلازم الانسان يكون راضي عن شكله. حتى لو انت مش عاجبك شكل اللي قدامك ما تتنمرش عليه، او ما فيش تنمر. اوعي تتنمري على شكل حد ابدا. يعني هو هجرها مجرد ان شكلها مش عاجبه، ورجع لقاها خلفت ولد منه، وخلته الامام انس ابن مالك، خلته حاجة كبيرة وعنده علم كبير. يعني تخيلوا بقى، يعني شوفوا سبحان الله، يعني يمهل ولا يهمل. فربنا قادر على كل شيء طبعا. محدش يزعل من قدره، ومحدش يزعل من اي حاجة بيمر بيها، لان كل حاجة بنمر بيها طالما هي من عند ربنا فهي رحمة بينا ورحمة لينا. فمحدش يزعل ابدا من اي ظروف بيمر بيها. البلاء اي حاجة انت بتمر بيها، البلاء اشكال وانواع وحاجات كتير قوي، فمحدش يزعل من قدره ابدا. بصوا بقى، كان عندي ربع كيلو لحمه محيرني. انا قلت هعمل صينيه مسقعه باللحمه المفرومه، بس هما اللحمه ما كانتش كتير. بس مش مشكله، ممكن تعملها من غير لحوم خالص. انا قطعت البتنجان وحطيته في ميه بملح واخليه يصفى، وقطعت بطاطس شرايح وهقليها كده، يعني نص قليه كده. البتنجان انا لما باجي اقلي البتنجان بعمله في الدقيق وبقليه. الدقيق بيخليه ما بيشربش زيت قوي، وكمان حاولي تطلع المقليات على مناديل علشان المناديل بتمتص الزيوت كلها. بعمل بقى البتنجان كده في الدقيق، وكمان بعد ما بتخلصي قليه بتلاقي الدقيق ولا اسود ولا اي حاجه. طبعا البتنجان يعني كتير قوي الفترة دي، ومغذي كمان، ومن الاكلات الاقتصادية. تعالوا بقى نعمل بشاميل على البارد واقتصادي كمان. جبت كوبايتين من المية او الشوربة، عليهم كوباية من اللبن، معلقتين من الدقيق، ومعلقة كبيرة من النشا. عايزة تحطي مرقة دجاج انت حرة، عايزة تحطي بهارات زي ما تحبي، وفلفل اسود. يبقى البشاميل الاقتصادي كمان عملته على البارد، ما عملتوش بقى، ما عملتش سمنة الاول ولا زبدة ولا زيت ولا الكلام ده، عملته على البارد خالص وبيبقى جميل وزي الفل. مية ولبن، او مية وشوربة ولبن والدقيق وبس. وظبطي الملح بقى، اخدته على البوتاجاز على النار، وافضل اقلب فيه لحد ما بيبدأ يتقل كده. بعد كده بقى تعالوا نجهز الصينية اللي هنعمل فيها الاكلة بتاعتنا. الاكلة دي طعمها حلو قوي قوي بجد. جبت كده شوية من البشاميل في ارضية الصينية، وهبدأ ان انا ارص رصة من البتنجان ورصة من البطاطس. وانا الفلفل هسيبه كده في طبق جانبي جنب الاكل عادي، من غير ما اضيفه في الصينية. عايزة اقول لكم ان يكون الانسان لازم يكون راضي بحاله، عندك رضا وقناعة، وتقول الحمد لله. اهم حاجة الرضا. الرضا ده يعني حلوة قوي بجد، لما يكون الانسان راضي بحاله في كل حاجة. ما تقولش اشمعنى انا يا رب، ما تقولش مش عارف ايه، لا، دايما يكون عاجبك او عاجبك حالك زي ما هو، واسعى في الخير، واطلب من ربنا او اطلبي من ربنا كل حاجة انت عايزاها. ودايما نحمد ربنا على كل حاجة احنا فيها. وال... وما نبصش لحياة حد، ونركز في حياتنا. محدش احسن من حد ابدا. احنا عايشين بنكمل بعض، اللي عندي مش عندك، واللي عندك مش عندي، فاحنا بنكمل بعض. اهم حاجة الانسان يكون راضي عن نفسه في كل حاجة، وربنا يكون راضي عننا. وربنا مع الصابرين اذا صبروا، يعني ربنا بيجبر الخاطر. ربنا هو اللي وعدنا وقال لنا انا مع الصابرين. لازم تصبري على اللي انت فيه، وربنا هيعوضك ان شاء الله باذن الله. هيعوضك. تفائلي بالخير، اقرأي قرآن، ادعي كتير، ما تنسوش الاذكار. طبعا كلنا بنقوم نصلي الصبح طبعا او الفجر، حسب ما بتبدأي يومك بأي صلاة، بس يحاولوا تواظبوا على صلاة الفجر. بتبدأي الأذكار، لو عندك ورد يومي من القرآن بتقوليه بعد صلاة الفجر أو صلاة الصبح. هي فترة الصبح دي يعني ممكن تعملي فيها حاجات كتير جدا. المهم ان انت تكوني منظمة يومك، بتكتبي مثلا من قبلها، او من قبلها بيوم بتبقي مرتبة نفسك هتعملي اكل ايه بكرة، هنضف ايه في الشقة بكرة، هعمل ايه لولادي، هعمل ايه لنفسي. انا عندي قراءة قرآن، عندي حفظ حاجة، عندي تنظيف، عندي غسيل، عندك اي حاجة بتكوني مرتبة نفسك. النظام حلو والترتيب حلو. الترتيب والنظام بيغير الحياة. تكوني عندك اهداف،
يعني تربطي حياتك بأهداف وليس بأشخاص. خليك انتي مصدر السعادة لنفسك، مصدر الحياة، مصدر كل حاجة لنفسك. ما تستنيش حاجة من حد أبدا، من ربنا وبس. يعني ادعي ربنا باللي انت عايزاه وربنا يعطيكي كل ما تتمني يا رب. انا ما ضفتش اللحمة كلها، ماشي؟ يعني تمن لحمة مفرومة كده عملنا بيه صينية زي الفل، طعمها كان حلو قوي. لما تيجي تقطعي البتنجان شرايح خليه شرايح تخينة شوية. هدخلها الفرن حوالي نص ساعة تكمل سواها في الفرن. انا عملت اللحمة ما كترتش فيها الصلصة، عملتها ببصلاية وفص توم وشوية بهارات وبس على كده. عاوزة تكتري فيها الصلصة طبعا انتي وراحتك. وعايزة اقول لكم على حاجة كمان، ان محدش بيسلم من كلام الناس ابدا. وتنجو بنفسك ولكنك يا صاحبي تفشل. إذا ذهبت إلى المساجد قالوا متشدد، وإذا ذهبت إلى المقهى أو البار أو الكافيه قالوا منحل. فالواحد يعني ما تعرفوش الناس عايزة من بعضها ايه بصراحة. فياريت كل واحد يسيب الناس في حالها، سيبوا كل واحد في حاله، ملكوش دعوة بحد، ما تركزوش مع حد. كل واحد يركز في ورقته زي ما بيقولوا، علشان ربنا يحسن ختامنا كده ويجعلنا من أهل الجنة. فكل ما تركزي مع حالك واشتغلي على نفسك، اسمعي دروس دينية، احفظي آية قرآنية، اتعلمي حديث جديد، اتعلمي حاجة تفيدك. محدش بيفيد حد أبدا. واللي انتي تتعلميه علمي لأولادك، علمي لحد. في ستات كبيرة مثلا ما بيكونش عندها تعرفش تشغل نت او كده، فممكن انتي تفيدي الناس الكبيرة بمعلومة تعرفيها في اي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اعملي في برنامج بيحسب كده اللي هو زي اسمها ايه اللي احنا بنسبح عليها دي، برنامج التسبيح او المسبحة. هو شكل المسبحة كده. ممكن تنزليه وتقعدي تسبحي عليه بقى، ممكن تسبحي 500 200 ألف زي ما تحبي بقى. بس ده بيشجعك على التسبيح. 100 تسبيحة يعني كل شوية، 500 استغفار وألف صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحوقلوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ربنا كده يخلي لساننا دايما راتب بذكر الله. اللهم امين. بصوا بقى، انا كنت عملت عيش، انا عملت معاكم عيش قبل كده بس المره دي كنت عامله نص المقدار، كنت عامله نص كيلو تقريبا. عملت كوبايتين من الدقيق الابيض، عليهم كوبايه من الدقيق الاسمر، ومعلقه خميره، ورشه من البيكنج باودر، يعني معلقه صغيره من البيكنج باودر، والملح والسكر. الدقيق قصدي العيش علشان يطلع ناجح معاكي بتخمر على 3 مراحل. اول حاجه في العجينه، وهي عجينه سليمه لسه، شايفين بقى المنظر بتاعه تحفه بجد. وبعد كده بيختمر وهو متقطع كور، وبعد كده وهو مفرود، وبعد كده بتسويه. طالما العجينه مختمره كويس، طالما العجينه مختمره كويس والعجينه ناجحه، بيطلع منفوخ معاكي وبيبقى طري وجميل جدا. لو حابه تعملي بقى يعني ايه كوبايتين دقيق 3 كوبايات زي ما تحبي. بس احنا كده يعني من الوقت للتاني كده بعمل العيش زي ما قلت لكم، لان طبعا ما عنديش مخابز فيها عيش من ده، بس ساعات بقى بنجيب فينو او كايزر او الحاجات دي، بس مش على طول طبعا. انا بفضل العيش المخبوز في البيت بنظافه. يعني كده بقى الاكل بقى الصينيه بتاعنا كان بتاعت خلص. لو عندك شويه مخلل عاملاهم في البيت، هعمل معاكم مخلل قريب تاني. كنت عملت معاكم الفيديو اللي فات مخلل اللي هو الملفوف، والفلفل بتاعنا هو الزيتون. والحمد لله ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. الاكلة كان طعمها تحفة جدا بجد، يعني بالهنا والشفا للي اكل منها. عايزة اقول لكم ما قعدتش يعني، الحمد لله رب العالمين. جبت بقى كده وهقطعها، هطلع لكم قطعة دلوقتي واوريها لكم ان هي طالعة. بصوا اهي، شكلها حلو بصراحة، يعني طعمها كمان كان احلى. ممكن ما تضيفيش لها لحمة خالص يعني. وكمان احنا حاطين يعني شوية لحمة صغيرين جدا يطعموها بس مش اكتر. عايزة تخليها كلها صلصة عادي، بس انا ما حبيتش اكتر الصلصة. ده بقى كركديه كنت جايباه معايا من مصر، قلت اما انقيه كده وانضفه واخد شوية انقعهم. يعني مش لازم يا جماعة نشرب كركديه في رمضان بس، يعني المشروبات دي مفيدة وحلوة. اشربوها برضو في الجو الحر ده، حاولوا تشربوا مشروبات ساقعة ترطب على قلبكم وتكون صحية في نفس الوقت. انا بغلي مية على النار، انا غسلت الكركديه وجبت العلبة دي حطيت فيها الشوية دول، وهضيف لهم المية السخنة واسيبهم يتنقعوا فيها. كنت انا بقى حطيت تلج في الفريزر علشان بعد ما يتنقع واللونه بقى كله يطلع كده
هضيف لهم بقى السكر، هضيف السكر وهضيف الميه السخنه واسيبهم يتنقعوا يعني حوالي 3 4 ساعات كده. بيكون بقى خرط خالص اللون بتاعه وبيبقى طلع فايدته كلها. العصاير الحمراء بتكون مغذية للدم، ممكن تضيفي له بنجر. معلش بقى البخار طلع على الكاميرا على طول كده اهو. هقلب بقى فيه السكر وهسيبه يتنقع زي ما قلت لكم. ممكن تضيفي له فراولة او بنجر ويبقى عصير احمر كده متكامل. بعد بقى كان اخر اليوم بقى بعد ما اتنقع خالص هصفيه في المصفى دي، وهجيب التلج اللي انا كنت حاطاه في الفريزر وهنعمل المشروب. بجد عجبهم وكان ساقع ويرطب كده على قلبك. ولاجل الحظ بقى ان في اليوم ده كان الجو عندنا حر جدا ودرجة الحرارة كانت عالية، فالمشروبات الصحية الباردة في البيت بتكون صحية وبتكون انتي عاملاها بنظافة في البيت وكمان بترطب على قلبك وبتفيدك في نفس الوقت. بس ما بصوا، في ناس يقولك ايه مش عارفة الكركديه السخن مش عارفة بيوطي الضغط ولا يعلي الضغط ولا الساقع. ملهوش علاقة بالكلام ده خالص. هو مشروب من الأعشاب الطبيعية، وكمان محافظة أسوان هي اللي مشهورة بالكركديه. بيقولك الكركديه هناك بيكون يعني الجودة بتاعته جودة كويسة. فانت برضو هاتي من عند عطار يكون انت واثقة فيه ان هو يعني ايه حاجته نضيفة وكده، وتجيبي منه. مش لازم في شهر رمضان بس يا جماعة تعملوه، اعملوه عادي يعني في اي وقت عادي. وممكن تجهزيه كمان وتحطيه في الفريزر. هو بيتعمل عصير عناب كده مع التمر هندي بيبقى طعمه تحفة. بس طبعا انا هجيب تمر هندي اصل منين او اللي هو الاساس ده منين، مش موجود هنا طبعا. حطيت بقى فيه التلج وهبدأ ان انا اصب في الكوبايات، وكان احلى مشروب يعني بالهنا والشفا. جربوه، ما تستنوش بس لشهر رمضان وتعملوا المشروبات الرمضانية، يعني المشروبات دي طول السنة. حطيت كده قطع التلج في الكوبايات، وبعدين انا زودته مية تاني. زودته ميه لان هو كان مركز، يعني كان تقل بقى وخرط كده وبقى مركز، فزودته ميه وتلج كمان وصبيته كده. وطبعا انت بتحطي السكر اللي انت عايزاه، بس السكر تضيفيه هو في الاول خالص مع الميه السخنه. كده بقى خلصنا. آه تعالوا بقى، كنت جاي شاريه علبه كبيره كده، بوكس كده للدقيق. قلت هجيبه وافضي فيه اكياس الدقيق، يعني بعد الغدا كده لو عرفت ان انتي تعملي حاجه في المطبخ. قلت هفضي فيها الدقيق علشان مش كل ما اجي مثلا. الطريقه دي بتسهل عليا لما عاوز دقيق باخد بالكوبايه المعياريه منها كده على طول. هو الحمد لله دقيق كويس وجودته حلوه. الرز برضو بفضيه في علبه. يعني الحاجات اللي هي بتبقى سايبه دي الافضل ان احنا نفضيها في حاجه علشان لما نيجي ناخد منها كده ناخد على طول. خليكي ست خليكي ست مدبرة كده وشغلي دماغك على طول كده في البيت. انا عارفة ان احنا ساعات بنهنك كده من كتر التفكير. ربنا يعيننا يا رب على شغل البيت وعلى تربية ولادنا. احنا بناخد ثواب طبعا على ده كله. كده بقى كنت فضيت دقيق. هقولك بقى ممكن تعملي رز بلبن كمان. هقولك الطريقة بتاعته. كيلو اللبن انا بضيف له حوالي نص كوبايه رز. ما بحبش الرز كتير، بنقعها باخدها بميتها كده بسلقها. بجيب شويه حليب ساقعين بضيف لهم مثلا معلقتين كبار من النشا او 3 معالق من النشا، عليهم معلقه كبيره من الكريم شانتيه والفانيليا. بقلبهم كده مع بعض. اول ما احس ان الرز دخل في السوا بضيف له اللبن واخليه ياخد غلوتين كده في اللبن علشان يبقى طعمه حلو. وبضيف له السكر، ما بحبش ازود السكر. السكر حسب راحتك. وبسيبه يستوي وبعد كده خلاص. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستنوني فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.